فنانة جميلة طردتها صورة صادمة، وفنانة مصيرها مجهول من 23 سنة، وأخرى اعتزلت ولبست الحجاب مقابل 18 مليون دولار وقصر في لندن مهر، وفنان ساب الفن وبقى عمدة قرية في الشرقية. مصير أبطال مين ما بيحبش فاطمة. يعتبر مسلسل مين ما يحبش فاطمة واحد من أهم أعمال الدراما المصرية الأيقونية، واللي مهما عدى عليها الزمن لسه بيتشاف ولسه الناس بتحبه بمختلف أجيالهم، واللي بتدور أحداثه حوالين شخصية صبري اللي بيخسر حبيبته وبنت عمه ماجدة بسبب مشاكل عائلية قديمة، وبيتجوز صبري تهاني وبيخسر شغله وبيسافر للنمسا، وهناك بتظهر مارجريت اللي بتتحول بعد كده لفاطمة بعد اعتناقها الإسلام، ومن هنا بتدور أحداث المسلسل. لكن بعد 27 سنة من عرض المسلسل ازاي يتغير شكل وحال أبطاله. الفنان أحمد عبد العزيز واللي عمل دور صبري في سن 68 ولسه مكمل مشواره الفني بعد ما فضل بعيد عن الأضواء باختياره، لأن الأدوار اللي كانت بتتعرض عليه ما كانتش مناسبة لتاريخه. وانتشرت إشاعة إنه باع فرش بيته بسبب الحاجة، لكنه نفى ده بعد كده، وعلى الرغم من إن علامات الكبر بانت عليه لكنه لسه محتفظ بشنبه، أكتر حاجة ميزته من أول ما ظهر على الساحة الفنية. أما شيرين سيف النصر كانت أيقونة في الجمال، وبعد 27 سنة ملامحها ما فضلتش على حالها، خاصة بعد انتشار صور صادمة ليها نفت بعد كده إنها تكون ليها. وشيرين سيف النصر اللي حاليا في عمر 57 سنة بعدت عن الفن من 17 سنة بعد وفاة والدتها اللي مثلت دور كبير جدا في حياتها. وبالنسبة للنجم أحمد السقا دلوقتي بقى في عمر 50 سنة، لكنه بقى من نجوم الصف الأول، واتغيرت ملامح السقا بشكل كبير لدرجة إن في أنباء مؤخرا تم تداولها عن خضوعه لعمليات تجميل. وجيهان نصر واللي قدمت دور ماجدة اعتزلت الفن والأضواء بعد جوازها من أحد أمراء المملكة العربية السعودية، وهو الملياردير سعود الشربتلي. عمرها حاليا 51 سنة، ارتدت الحجاب وهي في قمة شهرتها، وأهداها زوجها 18 مليون دولار وقصر كمهر ليها قبل الزواج. أما النجمة ماجدة زكي، وعلى الرغم من أن عمرها حاليا 65 سنة إلا أن شكلها يعتبر ما تغيرش، انفصلت عن الفنان كمال أبو ريا في 2014 بعد جواز دام 15 سنة وإنجاب 3 أبناء. أما الفنان محمد سعد محافظ على شخصيته في السنين اللي فاتت، واتهموا البعض أنه دفن موهبته في شخصية الليمبي اللي كتير بيفتكرها الشخصية اللي بدأ بيها، على الرغم أنه بدأ بأدوار قدم فيها شخصيات مختلفة وكانت مميزة، لكنه دلوقتي يعتبر واحد من أهم نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي. أما الفنانة هالة النجار انقطعت أخبارها من سنة 2000، وعلى مدار ال 23 سنة اللي فاتوا محدش يعرف عنها أي حاجة. أما الفنان رمزي غيث واللي عمل شخصية سمير في المسلسل اعتزل الفن وبعد عن الوسط من سنين طويلة، وحاليا بيشغل منصب عمدة كفر شلشلمون في محافظة الشرقية.